السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعمل لكم الايام دي وصفات حلوه قوي للعيد. طبعا العيد يعني في ناس بتيجي تتعزم عندنا، يعني لازم بعد ما نتغدى ناكل حاجات حلوه، فلازم بقى تعملوا الوصفات الحلوه دي عشان هتعجبهم جدا جدا. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بولة ونزلت فيها بكوباية إلا ربع من الزبدة أو من السمنة. أنا ما عنديش زبدة فحطيت كوباية إلا ربع من السمنة، عليها نص كوباية من السكر البودرة. سكر البودرة ده بقى بيدوب معاكي بسرعة وما بياخدش معاكي تقليب كتير، على طول بتلاقيه امتزج كده مع السمنة، وكمان ما بيعملش زي قرقشة أثناء ما بتاكلي الحلوى بتاعتك. دي حاجة كده بقى سهلة سريعة ومش مكلفة خالص وناجحة 100%، يعني بجد بجد تحفة. هاجي كده هكسر عليها 2 بيضة درجة حرارة المطبخ. طبعا لو انتي واثقة في البيض اعملي الحركة دي، لو مش واثقة في البيض اكسريه في طبق على جنب علشان ما تكونش البيضة بايظة، تضيعي بقى السكر والزبدة او السمنة. تمام. بقلب بقى البيض كده، بمزجه كويس جدا مع الدقيق مع السمنة ومع السكر. وطبعا بما اننا نزلنا ب2 بيضة يبقى لازم ننزل ب2 كيس فانيليا. كل بيضة بتاخد كيس من الفانيليا. عايزه اقول لكم بجد بجد الوصفه دي حلوه قوي وسهله وسريعه، وزي ما قلت لكم مكوناتها ان شاء الله موجوده عندنا في البيت. انا دلوقتي بقى نزلت كده بالفانيليا وبديها برضو تقليبه كده. يبقى انا هنا معايا كوبايه الا ربع من السمنه، لو عندك زبده يفضل طبعا، والزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، ونص كوبايه من السكر البودره، واتنين بيضه، واتنين فانيليا. وبعد كده هبتدي انزل بكوبايتين من الدقيق. هنزل باول كوبايه نزلت بيها كده، وبعد كده هنزل عليها برشه من الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره اهو. وتحطي الكيس كله اهو، نص معلقه صغيره. هبتدي بقى اقلب كل دول مع اول كوبايه دقيق، اشرب كده الدقيق من الخليط ده. وبعد كده هبتدي احضر الكوبايه التانية وانزل برضو بيها واحده واحده اهو. شايفين الخليط ناعم وفي منتهى الجمال. ادي الكوبايه التانية اهي، وابتدي ان انا برضو اقلبها كده. طبعا قبل ما ابتدي اشتغل في الوصفه الحلوه دي بكون مشغله الفرن على درجه حراره يعني ممكن نقول 170 او 180. يعني لو ما عندكيش طابع المؤشر بتاع الحراره خليها حراره وسط. وطبعا هتحضري الرف بتاعك، الرف الوسطاني، عشان مش عايزاها تلسع منك من تحت. تمام. بصوا الخليط ناعم ازاي، بصوا ناعم تمام اهو. هعمل بقى، هجيب صينيه وادهنها بالسمنه زي ما انتم شايفين، وهبتدي انزل ب3/4 الخليط. بصوا الخليط عامل ازاي، ناعم بس في نفس الوقت ماسك نفسه. تمام. ببتدي بقى واحده واحده كده افردها بالسبتيوله او بايديا. انا فردتها الاول بالسبتيوله، وبعد كده مش بتلزق، مش بتمسك في الايد خالص، هي طريه جدا. دي بقى اللي هتخليها معاكي دايبه دوب، بتدوب كده في البق. طبعا لما ابتدي اشتغل معاكم الوصفه دلوقتي هتعرفوا دلوقتي انا بعمل ايه. انا دلوقتي بعمل طرت مربى فراوله، هيعجبكم جدا جدا. بصوا انا لما عملتها كده بدات ان انا اعمل لها حروف، بحيث ان لما اجي انزل بالمربى ما تطلعش بره الحروف. لو طلعت بره الحروف هتتحرق منك. تمام اهو. شايفين. بعد كده هجيب المربى، مربى فراوله، اي مربى انت بتحبيها، هبتدي اقلبها كده وهنزل بيها عشان بس ما تضايقنيش وتبقى تقيله واضطر افردها. وطبعا العجينه منها طريه مش هتستحمل ان انا اقعد افرد فيها كتير، فانا بقلبها كده في البرطمان على جنب او في طبق على جنب، وبعد كده ببتدي انزل بيها ويا دوبك بس بوزعها. شايفين الجمال والحلاوه اهو. بصوا حلو قوي وسهل وسريع، وان شاء الله مكوناته عندنا في البيت وما خدش مني وقت خالص، يعني اقل من 5 دقايق كنت محضره، وما بياخدش اكتر من ربع ساعه تسويه. بصوا اهو. بفرد بقى كده، وبعد كده بقى قطعه العجينه اللي هو ربعها تقريبا هبتدي اخدها وانزل عليها بحوالي معلقتين من الدقيق، معلقتين كده اهو من الدقيق، عشان بس اخشنها، اخليها تخشن معايا، معلقتين او 3. تمام، على حسب ما تلاقي نفسك
نشفت معاكي شويه تقدري ان انت تشكليها وتحطيها من فوق المربى. تمام. انا بس بدوب بس الدقيق كده، وبعد كده هبتدي اعجنها بايديا، الم الدقيق ده كله اهو انا كده بعجن بايديا اهو. وبعد كده بقى هاخد وابتدي اعمل شرايط بالطول كده، يعني بالطول وبالعرض، بحيث ان هي ايه تبقى عكس بعض تديني شكل. في ناس كمان بتفرفتها وبتنزل بيها على الوش، على حسب كل واحد على حسب ما بيعملها ازاي. بصوا طبعا العجينه ناعمه برضو، بصوا العجينه ناعمه فبتتكسر، فانتوا خلي بالكوا بقى اهي. بصوا على قد ما بقدر بحاول اظبطها اهو، اعملها بالعرض واعملها كمان بالطول لحد ما تتقفل معايا الوش اهو. بس طبعا بتسيبي مسافه، ما بتقفليش كله جنب بعض. ممكن تكون كانت محتاجه كمان معلقه دقيق عشان الخليط من فوق ناعم، بس بجد كل ما تكون ناعم لما بتيجي تستوي بتبقى عامله شبه البغاشه، بتبقى دايبه دوب كده في البق، بتبقى لذيذه جدا جدا. عشان كده ما حبيتش اخشنها اكتر من كده، ما حبيتش احط لها دقيق اكتر من كده، حابه ان يبقى طعمها زي البسكوتيه كده دايب دوب او شايفين يعني. بقى بصوا دول اسرع، دي اسرع حاجه حلوه كده ممكن تعمليها لضيوفك لما يجوا. بصوا اهو شكلها اهو، عملت عكس عكاس. وتقدري كمان توصلي، يعني توصليهم حتى لو العجينه ما كفتش انك تعملي واحده بالطول، وصليها مش مشكله. دخلتها الفرن اهو طلعتها، شايفين الجمال والحلاوه. اعملوا بقى الخطوط اللي انا بعملها دي رفيعه، لانها طبعا ما شاء الله بتنفش زي ما انتوا شايفين، فمش عايزه شكل المربى يتغطى. حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها والنوع اللي انتوا عايزينه على حسب ما انتوا بتحبوا. اعملوا وجربوا. بصوا حلوه قوي، بصوا دايبه دوب اهي، شايفين يعني بتتقطع بمنتهى السهوله اهي. شايفين الجمال اهو، منتهى السهوله اهو. بقطع بقى كده، قطعي التقطيعه اللي تحبيها اهي. وهطلع لكم كمان قطعه كده بالمقصوصه عشان تشوفوها. زي ما قلت لكم الطعم كانك بتاكلي بسكوته بالظبط اهي، وسهله وسريعه وما خدتش مني وقت خالص، ومكوناتها ان شاء الله موجوده عندك في البيت. جربوها حلوه قوي بمناسبه العيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. وجربوها وان شاء الله هتدعوا لي عليها. اتمنى تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسونيش في اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.